بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رئيس الوزراء أصدر قرار أمر ديواني بتقليص أعداد الوزارات من 33 إلى 22. دولة الرئيس أصلا أنت بحزمة الإصلاحات الأولى ألغيت مناصب نواب رئيس الوزراء، فهذا ما يعد من الحزمة الثانية. تكرارها أنا أشوف فقط حشو لا فائدة منه. ثانيا، بعض الوزارات أصلا غير موجودة على أرض الواقع. وزارة المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وزارات الدولة أصلا أعداد موظفيها ما تتجاوز 11 موظف لكل وزارة مع الوزير، وما عندها ميزانيتها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكنا نعرف ذلك. بعض الوزارات أنت أصدرت أمر بنقل صلاحياتها إلى مجالس المحافظات مثل وزارة البلديات. فأنا أشوف إصدار هكذا أمر الآن يعني حشو زائد من عندك. الله يوفقك. سعر النفط الآن $43، إذا نقصنا $4 صار 39. احنا نبيع نفطنا اليوم 39. احنا عايشين أزمة، كارثة اقتصادية بكل ما الكلمة من معنى. الغي وزارات حقيقية عندها موارد حقيقية حتى الناس تحس بتأثيرها. الغي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، الغي وزارة التربية، الغي وزارة التعليم، الغي وزارة الكهرباء، والغي وزارة الصحة وحولهن إلى مجالس، إلى المحافظات. خلي المدراء العامين في تلك المحافظات هم اللي يديرون المسألة. عشرات المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمستشارين موجودين في مركز الوزارة في بغداد. ذولا اللي يستهلكون المال العام حقيقة، ذولا اللي متهمين بالفساد والسرقة، ذولا الناس اللي عليهم مؤشرات، ذولا المحاصصة الحزبية اللي جابتهم وخلتهم. احنا نريد وزارات عندها اموال قاعد تصرف اموال حتى تروح المحافظات، حتى ابناء المحافظات يحسون ان هذا الترشيق الوزاري اجى في مصلحتهم. الى الان ما حد يحس بنتائج اللي انت قاعد تسويه. انا ما اريد يبقى لي وزير شباب ورياضه لان جايبه حزب، او وزير عمل وشؤون اجتماعيه جايبه حزب من مكان اخر. وزاره المهجرين شنو مخليها في بغداد؟ الغيها. هذه الوزارات تستهلك المال العام، كل وزاره بها 3 وكلاء وزارات، 10 مستشارين، عشرات المدراء العامين اللي جابتهم المحاصصه. نريد خطوات حقيقيه على ارض الواقع. هسه من تحت واحد يقول لك شويه شويه تجي الاصلاحات. شنو شويه شويه؟ الشعب يغلي، النفط سعره 39 احنا قاعد نبيع، احنا في كارثه. والى الان تقام ندوات ومهرجانات واحتفاليات ترعاها الدوله. ما يصير هذا الكلام، ما يصير هذا الكلام. حتى اذا صرفون $1 على اي احتفاليه هذا خطأ. اوقفوا الافادات، اوقفوا سفر المسؤولين على حساب الدولة العراقية. قل لي اللي مالك منين جبت فلوس ورحت لهناك بصفتك نائب اول لايران؟ من فلوسنا هاي. اصدر امر الخطوط الجوية العراقية ما تقبل تعطي سماحات للمسؤولين العراقيين. كافة تعطي الافواج الحماية الخاصة كل شهر 10,000 لتر غاز. كافة تنطيهم. تحب ادز لك صور السيارات اللي تنقل الغاز؟ كافة تنطيهم. ذولا مسؤولين كل واحد عنده 500 و600 حماية. كافة تنطوهم، كافة تجاملوهم. روح اخذوا من عندهم فلوس اللي ماخذين املاك الدولة كل واحد مأجرها ب10,000. رجعوا قطع الاراضي اللي اخذوها المسؤولين الكبار والنصراوي اخرهم 425 متر في مكان ماخذه ب10,000 دينار، وسعر المتر يتراوح من مليون ونص الى 2,000,000 دينار. كافي سرقات المال العام. خلي الناس تحس احنا في ازمة. اذا استمريتوا تتجاهلون المطالب الحقيقية للمتظاهرين، تقديم الفاسدين واجراء اصلاحات حقيقية، الفوضى عارمة. ترى الفوضى عارمة. ليش تخلونا نوصل الى مرحلة اللا عودة؟ ليش بفسادكم واستهتاركم بهذا الشعب؟ إلى وقت؟ النفط $39 يا سراق، $39 ينباع. احنا نفطنا بسعر التراب الان. السعودية قادرة على ان تواجه هذه الازمة، ايران قادرة، بس احنا غير قادرين. احنا فلوسنا كلها نفط وكلها سرقات. اوقفوا اي عقود الان في الوزارات، كلها عقود فساد ورشوة ورذيلة. اوقفوا الهدر في المال العام. الهيئات المستقلة كل واحد بيها 12 عضو هيئة، شو تسوي بيهم؟ مؤسسة الشهداء والسجناء كل واحد 10 هيئة الرعاية، كل واحد بدرجة مدير عام. شنو هاي الفوضى اللي عايشيها في هذا البلد؟ الغي الهيئات المستقلة، قلص اعدادها بشكل كبير. خلي العالم تحس انه فعلا اكو اصلاحات. انقل الصلاحيات للمحافظات بسرعة. هذا اللي قاعد يسويه صدقني يعجل بالفوضى. لا تخلون الناس توصل الى مرحلة الانفجار، لا تخلوها توصل الى مرحلة الانفجار.